السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي ومتابعيني في كل مكان. إزيكم عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يعني ينفع كده يا جماعة؟ ينفع كده؟ امبارح قاعد في أمان الله بالليل في عابدين، قاعد بتعشى، جماعة أصحابي عازميني على عشاء، فقاعدين بقى بناكل بقى، نازل لنا بقى الشرب، ونازل لنا الفواكه، اللحوم والممبار والفشه ومش عارف ايه، وقاعدين بناكل في امان الله، وجايبين لنا ميه سلطه اللي بيقولوا عليها الويسكي البلدي، وقاعدين ناكل. فجاه لقيت كل الترابيزات اللي حوالينا وهم بياكلوا قاموا يجروا، كله جري جري جري، اوعى يا جدع، حلق يا جدع، في ايه؟ وانا قاعد مش فاهم، ببص شمال يمين ما لقيتش حد خالص، ما لقيتش غيري، فبسأل فيه، لقيت الراجل صاحب المحل، والله العظيم ما عملت حاجة، والنعمة ما عملت حاجة، ده راجل كذاب، ده راجل ضلالي، أنا راجل بتاع سمين، أنا طول عمري مشهور يا عم، والله أبدا، أعمال مين وسحر مين، أنا مالي ومال الأهلي والزمالك. فانا قلت له بس تعالى يا عم الحاج، بس تعالى تعالى تعالى، هو لان انا الوحيد اللي قاعد ومش فاهم حاجه. قلت له تعالى، انت في ايه؟ قال لي في ايه في ايه يا استاذ؟ وبعدين بص ركز فيا كده، قال لي الله، مش انت عم حسن اللي بيعمل فيديوهات؟ قلت له اه. قال لي طب ايه، ازاي يعني ترضى باللي يحصل ده؟ قلت له حصل ايه يا عم بس انا مش فاهم. قال لي الراجل المجنون لسه دلوقتي بيتهم ويقول لك بحة هو اللي عمل العمل والسحر والشعوذة عشان يخسر الزمالك ويكسب الاهلي. يا عم الحاج اسأل، اكتب كده على الفيس بحة، هتلاقي اشهر بياع سمين في النصرية وعابدين. الله، قلت له يا عم بحة ايه يا عم، احنا اول مره نيجي ناكل عندك، ما انا على طول باكل عندك وباكل عند بيجا وبتاع والدنيا جميله، انت مالك انت ومال الاعمال ومال الكوره ومال. قال انا عارف، راجل مخبول، راجل مهبوش، مش لاقي اي حجه يتوي بيها الناس ويخليهم دماغهم تشتغل في حته تانيه، عشان هو كده كده قعدته غلط ومش قانونيه. لقيت الراجل بيكلمني كده، بيكلمني قانوني وفاهم. قلت له مش قانونيه ازاي؟ قال لي هو مش اتعزل، مش غار في 60 داهيه والمحكمه طلعت قرار وحكم بعزله، قاعد ليه في النادي تاني؟ فين المسؤولين؟ فين البتاع؟ يبوظ لي شغلي ليه؟ اهي الناس ايه مشيت ما دفعتش وخافوا مني. قلت له ليه بس؟ قال لي بص شوف الفيديو. قعدت ابص، فاذا بيه الاقي فيديو. اولا هديت من روع الراجل، قلت له يا عم ما اقصدكش، انت من الفيوم؟ قال لي لا. قلت له طيب خلاص يا عم اقعد، مالكش دعوه بالكلام ده، ده بيتكلم على واحد فلاح من الفيوم، بيقول ان هو اللي بيعمل الاعمال. وبعدين قلت يعني للدرجه دي انت بقيت هفق؟ يعني للدرجه دي انت بقيت تافه؟ للدرجه دي انت بيضحك عليك؟ انت مش بيضحك عليك، انت بتضحك على الناس كلها. انا اشهد لك بانك ثعلب مكار ذكي. ليه؟ الدنيا كلها قايمه عليك، واهلي وزمالك جماهير ولعيبه وكل من له علاقه بالرياضه قايم عليك، كشفك انت وعيالك، وكشف الفساد المستشري في نادي الزمالك. فتروح تعمل ايه؟ تروح جايب رساله من واحد مجهول، بس حظك المنيل ان المجهول اصبح معلوم، وتقول اهو واحد بعت لي رساله وبيقول لي ان الشيخ ده هو اللي عامل العمل، وهو اللي خلى الاهلي يكسب وخلى الزمالك يخسر، ومن الفيوم، من بلد سيد عبد الحفيظ، وعلاقته ومش علاقته والبتاع. طيب الفيوم كلها قامت عليك، السوشيال ميديا كلها قامت عليك، وناس بقت بين مؤيد ومعارض، ناس تقول لك لا حاكمه اللي بعت له الرساله، وناس تقول لك لا هو اللي عامل اثنين، هو اللي بعت لك الرساله نمره واحد يعني جاب رقمك منين عشان يبعت لك الرساله دي على الواتس؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، ايه دليلك ان الراجل ده بيعمل؟ هل بعت لك صور للراجل ده قاعد مع سيد عبد الحفيظ؟ هل بعت لك اي حاجه تدل على الكلام ده؟
ولا انت بتتوه الناس وبتاخدهم في منطقه اتهروا وهروا وهبدوا زي ما انتوا عايزين في الكلام ده، وانا بقى ايه اكون لملمت بقيت اللي اقدر عليه من نادي الزمالك قبل ما الجهات الاداريه والجهات الحكوميه تلتفت ليه وتقول لي تعالى بقى انت مش اتعزلت وغرت في 60 داهيه، ايه اللي ميعادك يلا بره. اكون لميت اللي اقدر عليه. عيب عليك، عيب عليك. مش هقول لك تاني، انا قلت لك قبل كده وبدل المره 10. عيب عليك، انت عديت ال70 بشويه، انت قربت على ال80، ومع ذلك كل كلامك كذب، كل كلامك افتراءات، كل تصرفاتك فساد. غرقت نادي كامل، قضيت على احلام جماهير بتضيع صحتها وفلوسها ووقتها عشان تشجع هذا النادي ومخدوعه فيك انت وعيالك. هرجع تاني واقول لك التيشيرت ده ما بقاش ابيض بخطين حمر، بقى ابيض ب3 خطوط سودا. الخط الاولاني مكتوب عليه اسمك حنفي هيصه ابو حديده، الخط الثاني امير حنفي هيصه ابو حديده، الخط الثالث احمد حنفي هيصه ابو حديده، وبقيه السواد في حرف التيشيرت من تحت المعرضين هزاز الرؤوس معدوم الكرامه. امبارح الكائن الضحل القذر اللي اسمه زفت ام حسين، اللي بيشتم لعيبه الاهلي وبيشتم اداره الاهلي كده صراحه، خلاص انتم افلستوا. التعريض ما بقاش يجيب نتيجه، الكذب ما بقاش يجيب نتيجه، النفاق ما بقاش يجيب نتيجه، خلاص بقى تقمصتم كلكم روح قله الادب والسفاله والبذاءه بتاعت حنفي هيصه ابو حديده، لان دي الوحيده اللي لقيتوها ماشيه، لا قانون بينفع معاها ولا قيادات دولة بتنفع معاه. هو زي ما هو بيشتم ويقل أدبه وأحكام تتاخد ضده وهو عادي جدا ولا فرق معاه وقاعد في نفس مكانه. فقلت بقى هو ده اللي ماشي وده اللي ناجح، خلونا فيه. ومحمد اللي أنا كل مرة بقول معلش راجل كبير وبسيبه يروح، وأول ما بيوصل هناك عامل زي اقول ايه يعني، مش هقدر اشبهه بحاجه عشان الناس اللي بتقول لي وحرام واسم محمد ورسولنا الكريم. ايه اللي جاب رسولنا الكريم لهذا الكائن المنافق، هذا الكائن المنافق اللي هو محبوب عبد الدايم العصر؟ هو ربنا للاسف يعني ربنا سبحانه وتعالى خلى اهله، لو اهله يعرفوا انه هيطلع بالقذاره والسفاله دي ما كانوش سموه على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن خلاص هو نصيبنا اسمه محمد، مش هنقدر نقول له اسم تاني غير اسمه. بيطلع بيتفك، اول ما بفكه بيقعد يهبهب على الدنيا كلها بالباطل. نسي برضو ان هو خلاص بلغ من العمر ارزله، يعني خلاص انت بتخلص ورقك بيعتمد عشان تطلع فوق تتحاسب، اعمل لاخرتك، مفيش. فانا بقول شكرا وبرافو عليك يا حنفي هيصه يا ابو حديده، بتعرف تودي دماغ الناس في حته تانيه خالص. وبعدين انت مش قد انت قد الجن الازرق، لكن الجن الاحمر مش قده. ليه؟ لانك مش قد لعيبه الجن الاحمر ولا قد بس مش قد لعيبه الجن الاحمر ولا اللعيبه اللي بتلبس احمر، لان انت احمر انسان على وجه الكره الارضيه. الموضوع مش موضوع جن احمر ولا ازرق ولا اخضر ولا اي لون ولا حتى جن فوشيا. ما انت لبست لعيبتك الازرق، البسه ازرق عشان العكوسات تقف. شوف هو بس انا اقول لك حاجه، اطلع على المغرب بس انت ما معكش فلوس، ده انت ممدوح عباس متحفظ على ارصدتك. انت لو ممدوح عباس مش متحفظ على ارصدتك كنت رحت اشتريت بقى بخور اسمه طقش مغربي وجبت شمهورش وجبت مش عارف مين وغلبت. بس بقى انا بنصحك الجن بقى اللي هتجيبه وتحضره، هتحضره عشان حاجه واحده بس، عشان يخليك في الدوري السنه الجديده
ما تنزلش وتحصل المحلة وتحصل أسوان والحرس. يا خسارة عليك يا زمالك، يا خسارة على المحترمين اللي في نادي الزمالك أو اللي كانوا محترمين في نادي الزمالك، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. فالمحترمين في نادي الزمالك دلوقتي بقوا شياطين لأنهم ساكتين عن الحق. من حقك تعمل كل حاجة يا حنفي. سلام عليكم.